بقالي فترة كبيرة قوي قاعد قدام شاشة اللابتوب بتاعي وبفكر في ان انا اكتب سكريبت لفيديو جديد، ولكن للاسف كل مرة افشل اكتب ولو كلمة واحدة. وبعد عدة محاولات على امل ان انا اكتب السكريبت دايما كان بيجي في بالي ان انا حاسس ان انا مش ملهم النهاردة، انا حاسس ان انا تعبان، مش ده الوقت المناسب اللي انا ممكن اعمل فيه ده، اكيد بكرة بخلص كل الحاجات دي كلها. وهنا قررت ان انا اسيب الموضوع شويه وابدا ان انا اعمل اي اكتيفيتيز ثانيه ما تاخدش او ما تتطلبش مني مجهود، زي مثلا اعمل سكرولينج في الموبايل، اتصفح الابلكيشنز، ابدا ان انا اتفرج على افلام، انام مثلا. وبغض النظر عن اذا كان وراك مذاكره او وراك تاسك معين او وراك انك مثلا برزنتيشن لازم تتدرب عليها او وراك فكره فيديو لازم تعمله او تصور، اكيد كلنا ما بيبقاش عندنا الدافع ان احنا نعمل الحاجه دي. بكل بساطه خليني افرق لك بين حاجتين مهمين جدا جدا، الا وهي الكرنت سيتويشن وهو موقفك الحالي، تاني حاجه وهي الدريمز او الانسبيريشن بتاعتك، الطموحات والاهداف بتاعتك. اللي بيفصل بين الحاجتين دول الا هو الورك. وابسط مثال علشان اوضح لك كلامي، حالتي انا هنا الورك هو السكريبت. يعني انا دلوقتي لو كتبت سكريبت جديد وفكرته ممتازه جدا جدا بتفاصيل وترتيب كويس، كذلك صناعه فيديوهات بجوده ممتازه واهتم بالتفاصيل والتصوير والحاجات دي كلها، دلوقتي هبدا ان انا احقق حلمي وابقى يوتيوبر ناجح. ولكن خليني اقول لك ان الموضوع ما بيبقاش سهل اطلاقا، وده لان بيظهر هنا مصطلح اسمه الريزيستنس، الا وهي المقاومه. بيبدا ان عقلك هنا يقاومك في ان انت تكتب السكريبت ده بكل المغريات وكل الحاجات الفارغه اللي انا كنت لسه قايلها دلوقتي، زي مثلا انا تعبان، انا حاسس ان انا مش ملهم النهارده، مش ده الوقت المناسب ان انا اعمل الحاجات دي. دايما عقلك بيبرمجك ان انت دايما يبقى في مقاومه بينك وبين تحقيق الاهداف بتاعتك، في انك مثلا تكسل او انك مثلا تسوف الحاجات ديت لبكره والحاجات دي كلها. ولكن في الحقيقه انك عارف كويس قوي انك لو خلصت التاسك ده، لو خلصت السكريبت ده، لو خلصت المهام اللي وراك، اكيد طبعا هتوصل للاهداف وتحققها. ولكن يوسفني واقول لك ان حل المشكله ديت الا وهي السيلف ديسبلين. وباختصار شديد تعريف السيلف ديسبلين اللي هو الانضباط، انك تاخد قرار في حياتك، انك تاخد قرار بفعل الشيء، تاخد اكشن تجاه الحاجه اللي انت بتعملها، من تصوير لمذاكره، ترتب اولوياتك وتعيش حياتك بانتظام، مش تعيش الحياه العشوائيه العاديه اللي ما فيهاش اي اهداف ولو كانت الاهداف دي حتى بسيطه وصغيره. عشان كده في الفيديو بتاع النهارده ان شاء الله هنتكلم على 4 تريكات ساعدوني جدا جدا في ان انا اتغلب على التسويف، ابني سيلف ديسبلين خاصه بي انا في حياتي، ان هي تساعدني في ان انا احقق الاهداف بتاعتي، وكذلك تنظيم الوقت بتاعي، وفي نفس الوقت برضو انجاز المهام اللي ورايا. فيلا بينا. لما نبدا باول تريك موجوده معانا الا وهي الريموف تمبتيشنز. في الحقيقه لو كنت انك ناوي بجد تعمل حاجه في حياتك، انك تكتسب عاده جديده، عايز تحقق اهداف معينه، فلابد ان انت لازم تضحي بالمغريات اللي هتقابلك. والمغريات دي بكل بساطه زي عندك الموبايل، الانترنت، السوشيال ميديا، الايميلات، كل المسجز اللي بتجي لك، حتى في زملاء العمل لو انت بتشتغل في بيئه خارجيه، اكيد طبعا البيئه ديت فيها ناس بتبدا ان هي تشوشر عليك علشان ما تحققش الاهداف او انك مثلا تنجز كل التاسكات بتاعتك في الوقت المحدد ليها. لان بكل بساطه لو ما تخلصتش من كل العوامل ديت فحرفيا هتدمر لك احلامك واهدافك، وكذلك برضو وقتك وطاقتك في نفس الوقت. وطبعا عشان تتخلص من كل العوامل ديت فانت لازم تحدد الوقت اللي انت بتشتغل فيه. يعني دلوقتي بكل بساطه لو انا هصور الفيديو بتاعي من الساعه 8 للساعه 12، ففي الوقت ده لازم اعمل بلوك لكل الحاجات او المغريات اللي بتواجهني. تاني حاجه هتساعدك انك تتخلص من العوامل ديت، انك تقفل الموبايل بتاعك على وضع الطيران. هيساعدك جدا جدا ان هو يقلل المكالمات بتاعتك اللي بتضيع وقتك، وكذلك برضو بتضيع الشغل بتاعك. بالتاكيد طبعا لازم تقفل كل النوتيفيكيشنز اللي على الابلكيشنز بتاعه الموبايل بتاعك، علشان ده هيضيع برضو من وقتك نفس الكلام، وهيساعدك اكتر انك تبقى انفوكس على الحاجه اللي انت بتعملها. ولو انت بتشتغل على اللابتوب فحاول ان انت تقفل كل السوشيال ميديا، لو كانت واتساب او تليجرام او حتى الجيميل بتاعك مثلا لو بيجي لك مسج عليه، فانت لازم تقفل كل الحاجات ديت وقت الشغل. وبمجرد ما بتتخلص من العوامل ديت صدقني انت بتحس بالانجاز بعد كده، لان انت خلصت الحاجات اللي وراك، وده بيساعدك انك تتقدم خطوه لقدام في طريقك ان انت تحقق اهدافك، او ان انت تخلص تاسكاتك، او انك مثلا توصل لهدف معين انت محدده. لما نتنقل لتاني تريكه موجوده معانا الا وهي just get started. ابدا يا حبيبي، ابدا يا بابا. خليني اقول لك ان السبب اللي مش مخليك تبدا تحقق اهدافك او انك توصل لاي حاجه في حياتك هي انك مش بتبدا، واقف مكانك، حاسس ان انت خايف تاخد خطوه لقدام. لازم تاخد اكشنز في حياتك
علشان تساعدك انك تاخد قرارات وانك تبدا تحقق الطموحات بتاعتك. وخليني اقول لك ان عمليه الانسبيريشن هنا او الطموح بتاعك مش هيجي الا لما انت تاخد اكشن فعلي في تحقيق الهدف ده، لان طبعا عمر الهدف ما هيجي قبل القرار، فلازم تاخد قرار ان انت تبدا علشان تساعد نفسك ان انت توصل لاهدافك والانسبيريشن. وطبعا الممتع في الموضوع هنا انك بعد ما بتبدا في الحاجه ديت، سواء كنت بتكتب سكريبت، كنت بتصور، كنت مثلا بتعمل تاسك معين، بعد دقيقه دقيقتين ثلاثه بتحس ان انت بقيت في المود والموضوع بقى بالنسبه لك شيق جدا جدا وانت بتعمل الحاجه دي، على عكس في البدايه خالص ان انت ما كنتش قادر وكنت عمال تسوي في الحاجه دي. هنا لان انت بدات ان انت تاخد اكشن، بدات ان انت تندمج في المود، كسرت الريزيستنت اللي كان عقلك بيبنيها لك في البدايه ان انت تعبان ومش قادر والكلام ده كله. ولكن لما كسرت حاجز الريزيستنت وبدات ان انت تاخد اكشن وتعمل الحاجه دي، سواء كتبت سكريبت ايا كان بقى الحاجات اللي احنا بنتكلم عنها، فصدقني ده بيساعدك جدا جدا وبتحس بالانجاز والمتعه في نفس الوقت. وابسط مثال على الكلام ده هي حالتي انا في كتابه السكريبت. دلوقتي انت على ما تكتب السكريبت ده بيعتبر انجاز بالنسبه لي كبير جدا جدا، لان انت بتبقى قاعد قدام شاشه ورقه بيضاء ما فيهاش اي حاجه خالص، وانت مطالب ان انت تسرد القصه بالكامل بتفاصيلها، بتفاصيل كل الفيديو في الصفحه البيضاء دي. لما نتنقل بقى لثالث تريكايه ساعدتني جدا جدا، الا وهي set your priorities، وهي رتب الاولويات بتاعتك. خليني اقول لك ان ترتيب الاولويات بيساعدك جدا جدا في ان انت تنجز المهام اللي وراك، وكذلك بيحافظ على الوقت بتاعك. ومن اكتر الحاجات اللي ساعدتني في ان انا ارتب الاولويات بتاعتي الا وهي ان انا بعمل تو دو ليست على تطبيق نوشن. الموضوع حرفيا ممتاز جدا جدا في ان انت بتكتب التو دو ليست ديت، ولازم تكون دقيق فيها جدا. يعني مثلا ما تقولش النهارده انا هصور النهارده، لا، خليك دقيق جدا في الاهداف بتاعتك علشان تحققها. ما تسيبش الهدف عشوائي، خليك دايما دقيق في التفاصيل بتاعه الهدف او التاسك اللي انت بتعمله. يعني مثلا النهارده انا مطلوب ان انا مني اكتب السكريبت، يبقى اول حاجه رايت تو سكريبت. ابدا ان انا مثلا اشتغل على فيديوهين ريلز النهارده، يبقى انا لازم اشتغل على الفيديوهات دي، فبيديك احساس الانجاز، وفي نفس الوقت حافظت على الوقت بتاعك، رتبت اولوياتك، وفي نفس الوقت انت حسيت بشعور الانجاز والمتعه في نفس الوقت. فخلي دايما هدفك محدد وواضح علشان تقدر تحققه. فبنختم باخر تريكه موجوده معانا الا وهي الاكسترنال فاكتورز. ركز على اللي في ايدك، والموضوع بكل بساطه بينقسم لحاجتين، الا وهي الانترنال فاكتورز اللي هي العوامل الداخليه اللي من خلالها اقدر ان انا اتحكم فيها. اما بالنسبه للاكسترنال فاكتورز اللي هي العوامل الخارجيه اللي مش بايدي ان انا اغيرها. وابسط مثال للانترنال فاكتورز الا وهي مثلا لو انت وراك امتحان معين مثلا، فالمطالب بيك انت كانك تذاكر وتعمل اللي عليك وتروح تمتحن بس كده، لكن ما تشيلش هم النتيجه، لان النتيجه تعتبر بالنسبه لك اكسترنال فاكتورز، فمش هتقدر ان انت تغيرها. لكن اللي هتقدر ان انت تغيره هي المذاكره، انك تبدا تذاكر علشان تأدي كويس قوي في الامتحان. نفس القصه بالظبط في تصوير الفيديوهات. انت دلوقتي الانترنال فاكتورز بتاعتك انك تبدا تصور، تمنتج، تنزل الفيديو. بالنسبه للمشاهدات والحاجات دي كلها انت حاجات ما بتتدخلش فيها، انت مش هتقدر انك تغيرها، فديت بتعتبر اكسترنال فاكتورز. وخليني اقول لك ان 90% من الاعذار والحجج اللي عقلنا بيبنيها لنا هي تعتبر من الانترنال فاكتورز اللي هي من خلالها نقدر نغيرها. وطبعا بمجرد ما بتدرك ان انت خلاص الحاجات ديت انترنال فاكتورز انك تقدر تغيرها، خلاص الحاجات دي بتبقى بالنسبه لك فعلا بتاخد اكشنز تجاهها علشان انك تبدا تغيرها علشان تحقق اهدافك. وعاوزك دايما تسال نفسك سؤال: هل في ايدي حاجه اغيرها؟ لو اجابتك كانت ايوه، يبقى انت بكل بساطه لقيت حل للمشكله بتاعتك. طب لو كانت اجابتك بلا، مش قادر اغير الحاجه ديت، يبقى انت بكل بساطه لازم تقف هنا انك تضيع وقت وجهد فيها، لان الحاجه ديت انت مش هتقدر تتحكم فيها ولا تغيرها، لان الحاجه ديت اكسترنال فاكتورز. ومن اكتر الجمل اللي بتتكرر واللي بنسمعها كتير جدا الفتره ديت الا وهي ان انا نفسي والله في الحاجه ديت، بس لو معايا الكاميرا الفلانيه، لو معايا المبلغ الفلاني كنت جبت الحاجه دي، لو معايا الحاجات ديت كلها external factors. لازم ان انت تركز على الحاجات اللي في ايدك دلوقتي علشان تطلع بيها افضل كواليتي علشان تبدا انك تحقق نجاحاتك. وبس كده. وديت كانت حاجه عن التريكات اللي ساعدتني جدا جدا في الانتاجيه والانضباط، وان انا ابني سيلف ديسبلين خاصه بيا انا. صراحه كنت مبسوط جدا جدا وانا بكتب السكريبت بتاع الفيديو ده. انا ما اعرفش يعني حتى باين من المشاهد، اتمنى ان انا اكون وصلت لكم حاجه بسيطه من احساسي في الفيديو ده، فاتمنى ان انتوا تكونوا اتبسطتوا برضو في الفيديو. اكيد طبعا يا صاحبي لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب في القناه وتفعل الجرس، اهم حاجه علشان يجي لك نوتيفيكيشن بكل فيديو جديد ان شاء الله انزله. لو عندك صحاب شير ممكن تشير معاهم الفيديو ده، صدقني هيفيدهم جدا جدا. ودعواتكم بقى علشان ايه يعني
انا حلقت شعري فواضح ان انا رايح الجيش، فتأدية الخدمة بقى، فادعوا لي يعني دعوات كلية يا شباب. بس كده، اشوفكم جديد ان شاء الله. سلام.